بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الدرس: القلب السليم. أيث مثلا ربي في كيغد يوث لطيفة ربانية ذول نعمة من نعم الله عز وجل علينا يغديفك القلب ذول أول قرن أول ذنسيد السلطان أول أمش نسيد السلطان أخطر كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده. أول ذنسيد السلطان البقية ذي الجنود. مثال قرن قبيليث أن يزورول البعث ضار أن يزورول التبعث ضار، وفي رواية إذ بعث ضار، وفي رواية إذ فرث وضار. فجاوك استقبالي باش نفهم ياكم صافي. شو كنت يبون الري شو غادي يبون كان ولد يسارع الجامعة الناس؟ سؤال بسيط. لو كان قلوبنا لم تسبق أبداننا ما حضرنا إلى المسجد، بدليل هناك الكثير من الناس قلوبهم لم تأتي المساجد. نسأل الله أن يسخرهم لتأتي قلوبهم إلى المساجد ثم تأتي أبدانهم، والقلوب تسبق الأبدان. أن يزور ولد في عيث ظهر وقال يقول نسان إن شاء الله داس داين زمدرين إن شاء الله أثن يهضو ربي يهدو ياغ الهداية من الله. ما إلا بنادم أوليس روح عند النظام يروح عند النظام. إذا كان واحد قلبه راح الجهة أخرى راح الجهة أخرى، ولا واحد يقدر يجيبوا الجهة أخرى. خلاص الجي بي اس نتاعو باين واضح، لا بوصول البوصلة راحت في اتجاه معين. لذلك عنوان الدرس اليوم اسمه القلب السليم. ما زلت في المقدمة نقول مثلا القلب إذن نعمة من نعم الله، ونعم الله علينا كثيرة، وربنا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يوث النعمة ونزمير سنف كزاليس ونزمير نحمد ربي فلاس خاطر نعمة متجددة، نعمة النظر البصر مثلا، نعمة لا يمكن أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة الواحدة برك يوث، لأنها متجددة، لأنها معنا إلى أن نموت. وكذلك الأمر بالنسبة لسائر النعم. نسأل الله دوام النعم وتمامها. وربنا قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقال في آية أخرى: وسيجزي الله الشاكرين. وقال في آية أخرى: وقليل من عبادي الشكور. إذن غيجعل ربي سوك ذي قارن الحمد لله. حتى في الصلاة نسمع الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ونقول: ربنا ولك الحمد. والسورة التي أمرنا بقراءتها في كل ركعة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هي سورة الفاتحة التي تبدأ بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. أنا حمد ربه نشكر. أقول هذا الكلام وإحنا في الصيف، ما كاينش حاجة واعرة على الناس كيما الصيف. الصيف نتاع الهموم، نتاع المحن، نتاع المصائب. صحيح هناك أفراح، هناك أفراح يقينا، ولكن الكوارث والمصائب والعنف والجرائم تكثر كثيرا في الصيف. لماذا؟ لأسباب. فغاديين غنفذو غاس يسعى الفروح شهور السواغيث، شهور الهموم، المحقرانيث، الباطل، المعاصي، الجرائم، كل شيء لا، كل شيء لا. نسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال. ولكن ربنا قال في سورة الرعد التي ذكرناها مرارا وسميناها الآية الراعدة:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن القلب يسعى زردام القرآن ربي سبحانه يفذريث دي القرآن بصيغة الإفراد 20 مرة، يفذريث بصفة الجمع 112 مرة. مدين القلب مفرد يفذريث ربي 20 مرة، كقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكن ربي يفذريث بصفة الجمع 112 مرة، يعني 112 120 معناه 132 مرة ربي يفذرد القلب القلوب خطر. قول الصح نسيت الصح. إذن جاءت هذه الصيغة بصفة الإفراد 20 مرة، ولكن بصيغة الجمع 112 مرة في القرآن الكريم. طبعا لا يتسع المقام للوقوف عند كل هذه الآيات، 132 آية نوقفوا عليها وقفة. لو كان كل واحد نعطيوها دقيقة لازمنا 132 دقيقة. وفعلا وكل آية ذكر فيها القلب تحتاج إلى وقفة، خاطر فيه معاني عظيمة جدا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. سورة نزراء أولى قيش. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه الإمام البخاري، حديث طويل في نهايتها: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صفي القلب هو المحور، هو الأساس في حياة الإنسان. القلوب أنواع، أهمها 3، أحوال القلب 3، يعني أهمها. كاين أحوال أخرى لكن نركزوا على 3 ونركزوا كثيرا على القلب السليم اللي هو هنا ندرس القلب السليم. النوع الأول، الحالة الأولى للقلب، القلب الميت. يا لطيف نبدأ به باش نحوه من طريق القلب الميت. حنا نقولوا في الدارجة هكذا، نقولوا فلان قلبه ميت، نقول هذا الكلام. أسيني استقبالي الفلاني وليس يموت نقرا ولاقي، وفعلا لن ولون يموتن بيولوجيا ولا يموت بيولوجيا، مازال خدام ينبض يخدم الشغل نورمال، ولكن لا يموت سوذ موايض. يدي قصد الشرع ربي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى القرآن سماه مران إما الختم كما في سورة البقرة الآية 7: ختم كمل الله على قلوبهم. ختم يا لطيف. الآية دي أشارت إلى الحالة الأولى للقلب، حالة الموت، حالة الران كما اسم القرآن الران. الختم ختم الله على قلوبهم، الآية في 7 في سورة البقرة. ما إلا ختم الله على قلبه بقى على خير، صافي وليس يموت زين، مازال بيولوجيا يخدم إذا من هكذا يخدم الشغل، الوظيفة ينس، الوظيفة الحيوية البيولوجية يقوم بها يؤديها، ولكن الوظيفة الأخرى التي هي أساس القلب، حياة القلوب، سنذكرها بعد حين. سلامة القلب سنذكرها. إذن مثلا ختم الله على أغن جاء ربي. الإنسان متى يكون قلبه ميتا؟ إذا كان هذا القلب ما عندوش علاقة بربي سبحانه، كافر والعياذ بالله، كافر يعني لم يصدق بأكبر حقيقة في الوجود اللي هو الله عز وجل، لا يعرف الله وليس للسنار ربي، قلبه غير موصول بالله تماما، لا شيء، وقي قلب ميت أربث السنار. يعني الكافر على خطر عظيم. صحيح الكافر يعيش، ربما يعيش يقينا، مش غير ربما، في معظم الأحوال أفضل من المؤمنين بكثير،
يتشاي يسوى يشعشع وما الدنيا إلا طعام وشراب ومنام، فإن فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. عادي، لا حدود لا سدود لا عواصم، لا كل شيء مباح، يعني إعاش تاع الصح. ولكنه قلب ميت، خطر يوم القيامة ما يمث طبعا قبل يوم القيامة سوف يدرك الحقيقة ويندم، ولكن حيث لا ينفع الندم. نعوذ بالله من القلب الميت ومن أصحاب القلب الميت. النوع الثاني باختصار اللي هو القلب المريض. يا لطيف، القلب المريض يهلك. لو كان ممكن يروح طبيب سبيسياليست يقول له انت قلبك ما شاء الله توربو في الصيف درك حرارة يطلع حتى لسيدي بلوى ابيين نورمال، يروح حتى لعين الحمام الاربعة ثلاثين نورمال، قلب قوي توربو ما شاء الله. ولكنه مريض جدا. كي نديروه في السكانير نتاع القرآن والسكانير نتاع السنة، خاطر كاين سكانير هذا نتاع لا ميديسين، كاين تاع لي ميدسان موجود، ريزولتا يقول لك قلب ما شاء الله. ولكن كي نديروه في السكانير نتاع القرآن والسنة نلقاوه مريض جدا. ما هو علاش ربي قال في سورة البقرة مرة أخرى الآية 10 ربي قال في قلوبهم مرض. أمراض القلوب كثيرة. القلب المريض أو القلب السقيم إيه هو؟ مثلا تلقى عنده الحقد، حاقد على كل الناس، معمر قلبه معمر بالحقد، يكره كل الناس، يتيري عليهم، هذا كذا هذا كذا، عنده كاع لي دوسين تاع الناس في دماغه وفي قلبه هذا مريض. ماشي بيولوجيا ماشي مريض، داين دنقار لهلاك وليس يكراه، عنده الكراهية داخل الدار داخل الأسرة. علاش قلت لكم الصيف مخيف؟ الصيف مخيف خاطر الناس يتلاقاو وكي يتلاقاو يا لطيف ولا لا إيه تعرفوا خاطر يتلاقاو ويجيو سيدي نورمالمون ثمثالث السد ويثيروا هذا مليلان هذا يحملان الرحمة لا كاين كي يتلاقاو يجبدوا كاع لي دوسي اللي عنده 35 سنة لازم نجبدوهم. اجبد لي دوسي تقديمين في حصيفين تقديمين شحانين الى اخره. اسوار نظام كان نساعد الكونجي انساعد يون الكونجي اش كيف يتشورث يمطاون الهموم عواز نهثاث شحاني ربي نتجينا. نهضر في الهلاكات لانه الله غالب اكيد لا الستر ديال ربي غيبدل ذاك كان وماشي ذيني سهل لنا ذيني واعرا ميثاق ذيني سهل نسيت جهه النظام ما الا نغلا شو دينا ربي ذنبي والله سهله صح. الكراهيه هذه ممكن داخل تواشوت داخل الاسره الكره ممكن ديال الحومه ديال الباطمه العماره الى ممكن في الخدمه ممكن الحقد أليس كذلك؟ ممكن تلقى الناس يصليوا وكاين الكره. لماذا؟ أنا ما فهمتهاش والله ما فهمتها. واحد مصلي مع مصلي كان كره بيناتهم كبير بزاف. علاه لماذا؟ نقول عندكم خلاف ما نقولكش حبوهم، نقول لك الحد الأدنى ما تكرهوش أخوك. ربي قال إنما المؤمنون إخوة. دي فوا كما قلت لكم على مسألة فقهية بل خلافية، مسألة خلافية عمرها 14 قرن موجودة مازالها. على جالها ممكن نديروا ديقا ونديروا خلاف. أنا وخويا ممكن نختلف في مسألة فقهية الآن وقد حضرتم الحلقات العلمية وكيف كنا نذكر المسائل الخلافية الدقيقة جدا في المذهب الواحد وربما عند الفقيه الواحد، ربما بين في أسرة واحدة بين الصحابة الكرام. ذكرت لكم نماذج خلافات بين عمر بن الخطاب ووليده عبد الله وليده داخل عادي نورمال ما فيها مشكلة. إذن علاش درك نحيوها ونزيدوا نديروا فيها على مشاكل؟ لا
قال خويا عنده رأي وأنا عندي رأي، مي هو خويا وأنا خوه، عادي، نحترمه جدا ويحترمني والسلام، عادي. مسائل خلافية كما نختلفوا في أمور تاع التجارة، في أمور في كل شيء، في كل شيء. داخل الأسرة نديروا مشروع، واش نديروا؟ مشروع استثماري، نديروا الانفورماتيك، ولا نشريو قطعة أرض نبنيو فيها باطمة، ولا نديروها طروك، ولا هذه داخل الأسرة نختلفوا سير. كل واحد واش يقول، ما نسوش بلي احنا أسرة واحدة. لابد أن نرتقي لنجعل الخلاف، لنضع الخلاف في موضعه. فإذا كان الخلاف فقهيا يبقى فقهيا، إذا كان الخلاف فكريا يبقى فكريا في المستوى نتاعو فقط، ما ينزلش من المخ يروح القلب. هاو الكارثة، أنا اللي صرا ديفياسيون خطيرة. معنى الخلاف أو الاختلاف أو التخالف كلها صحيحة لغويا، معنى واحد، بمعنى نقلوه من دائرة العقل أو الفكر أو المخ وننزلوه إلى مستوى القلوب. هو بعدين القلوب الحرب تبدأ القراء. أذلون الأولون أي القنص تقبيل الله يرحم، دائما تقبيل الله يرحم اللي خلاو هذه الأمثال السائرة، هذه الحكمة البالغة. إنيك مزديث ولون أذشر حنوذ مون، الله يا رب الله. ولون إما لغن ولون، لغن ولون مشكلة، لغن ولون ذاين. إذا جماعة الخير نهضروا على الخلافات هذه. ولون سنج كان زديث يبقى الخلاف، عندك رأي وعندي رأي، عادي، كل يوم يسعى الرأي. وبعدين لي زارغيمون الحجج، ربنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. راه مع أولادك، واحد يقول لك نديروا بروجي كذا كذا كذا، والاخر يقول لك نديروا مشروع كذا وكذا. قولوا جيبوا لي دراسه الجدوى، لازم تكونوا علميين. دراسه الجدوى كما يسموها في اللغه التقنيه عند الاقتصاديين المختصين في الاقتصاد والاستثمار. يا خويا لازم دير ليتود، دراسه، ماشي بيبري، ماشي بيبري، ما كاينش بيبري درك. بكري نديروها بيبري باسكو ما كانش قرايه بيبري. درك كاين قرايه، علاش تختلفوا؟ تغنات، لا تغنات. لازم رايه هو اللي يفوت علاه خويا، علاه لازم نعطيو. ربي سبحانه يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. معنى لماذا لا نصرف الذهن إلى البحث عن الحجج والأدلة القاطعة المقنعة؟ لماذا نصرف الأذهان إلى أشياء أخرى يعني؟ لذلك حتى في جميع، والحديث قياسا في جميع المسائل، سواء كانت المسألة خلافية، مسألة فقهية، مسألة تجارية، مسألة مالية، مسألة جوارية، مسألة في إدارة شؤون البيت، في جميع مسائل وجميع مجالات، في جميع مجالات الحياة. ثم القلب المريض أيضا من علامات المرض، سكانير يدير إشارة حمراء، الحسد. إذا كان واحد عنده الحسد في قلبه يحسد الناس، صافي هذا مريض، قلبه مريض بيولوجيا صحيح، ولكن في ميزان القرآن والسنة مريض، حاسد. ورب سبحانه قال ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد أصناف، كالكاليتيوات بزاف. هناك حاسد يتمنى زوال النعمة، ولا صار نعمة إذا قص روح، يسعى كاميون لقد روحوا كاميونين، يسعى في بحيرث الله الله إلا قص روح في بحيرث. وكي الكاليتي مزوالو بروميير كاتيجوري. دوزيام كاتيجوري يتمنى اكاميون اش يروح يشد يغال الانسان، سيتادير انت يروح لك وهو يكون عنده. وكاين واحد الكاليتي خطير، يتمنى كي انت كي الكاميون تاعك تروحوا كاع ما يشوفكش في الدنيا هذه، تموت. صح ولا ماشي صح؟ هذا واعر. نسأل الله العفو والعافية. ربي قال ومن شر حاسد إذا حسد. إذا سمعنا الطفلة تتزوج لازم نفرحوا، علاش نحسدوها؟ علاه؟ مين إذا كان حنا بناتنا ماشي مزوجات ندعيو ربي، خيرين ربي، ندعيو ربي. تلقى واحد عنده بناته تزوجوا كاع، الله يبارك، لازم نفرحوا. تلقى واحد ولاده نجحوا، الله يبارك، نفرحوا. خطر المشكلة خطيرة، وكل شيء راه هنا في القلب. لازم خويا ربح وليده نفرح، بنته تزوجت نفرح،
واحد دار لا الضال نفرحوا، لازم نفرحوا، لازم قل الحمد لله، هو نعمة جات لخونا، ونطلبوا ربي يعطينا. وخزائن الله عز وجل لا تنفذ أبدا، خزائن لا تنتهي، ماشي اسمها شغل هكذا كيما ذاك الأكسجين هذا، كل واحد عنده حقه، كل واحد عنده حقه. ما نقولوش الأكسجين نعطيه غير هنا والآخرين ما تعطي لهمش، ربي يخلي هذه عطاءات الله عز وجل، وعطاء الله عز وجل لا ينقطع. هو ربي قال لنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللي يحب يطلب ربي، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، بلا ما تشوفوا الآخرين اللي عطى له ربي نعمة خليه، هم يقسمون رحمة ربك، خليه ربي سبحانه هو اللي راه يعطيه، هو اللي يعطيه، هو المنعم جل جلاله. لذلك أمراض القلب كثيرة، منها كما قلت البغض والكراهية والحسد والحقد وتمني زوال النعمة كما قلنا، وكذلك الشكوك المختلفة. وبعدين يجي أمور أخرى خطيرة، والسحور وكذا. صحيح السحر في 2017 أنا عامه في 1438 هجري الموافق ل 2017 السحر توب، لا تكنولوجي في السحور طلعت فوق. كان لا تكنولوجي في الانفورماتيك في كاين، مي كان لا تكنولوجي في السحور انا عاميه. شحال النساء اللي طلقوا بالسحور، وشحال اللي فرقوا بين ثسد ويثيروا وفضانير ثسد ويثيروا، وشحال اللي مشتوا الشوالي قدران السبات السحور، وشحال السحر خطير. لا تكنولوجي فيه قضايا يفوتوها في لا جوستيس ويكلو، على بالكم علاش ويكلو، ماشي حاجه تبان خطيره. كاين تكنولوجيا عاليه في السحور، ميما ديستانس درك ماشي غير بورطابل ديستانس، درك هذه سي ديمودي عندهم ثاني. علاش السحر هذا من اكبر الكبائر؟ ماذا كان يفعلوا؟ واش قال الشرع في السحر والسحره؟ انا عاميه درك اللي يدير سحر لخوه ولا اختوه ماشي كارثه كبيره، جريمه. خاطر كاين الجرائم الظاهره، مي كاين جرائم ماشي ظاهره مخفيه، منها هذه يقول لك ما على باليش انا، ما هو لا اله الا الله. لذلك لابد ان نكثر وان نستهدي بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نقراو القران الكريم، سوره البقره، سوره الفاتحه، سوره البقره، ايه الكرسي اللي راهي في سوره البقره، والايات اللي عندنا فيها اثار باش نقراوها نكثر من قراءتها، وادعيه النبي صلى الله عليه وسلم، اذكار الصباح واذكار المساء. لابد لازم السنتنا تلهج بذكر الله باش نبعدوا كل هذه الهموم هذه، خاطر كثيره وكثيره جدا. وكي نقول لكم هكذا ماشي باش نخوفكم، المؤمن ان شاء الله ما يخافش، يتكل على ربي سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كما قال ربي سبحانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن مقتضيات عقيدتنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إلى آخره. نستحضر كل هذه الآيات وهذه النصوص وهذه المعاني، ولكن لابد أيضا أن نشير إلى مواطن الخلل في حياتنا الاجتماعية، وهذا خلل موجود، نسأل الله العفو والعافية. إذا القلب المريض طولت فيه، اسمحوا لي، درك روحوا القلب السليم. القلب السليم ربي إن شاء الله يرزقنا جميعا القلب السليم. القلب السليم عنده لي سيمبتوم، عنده هكذا أعراض، عنده علامات، عنده إشارات، منها أو على رأسها الإيمان بربي. لازم القلب السليم يكون عنده معمر بالإيمان، هذا رقم واحد. خاطر اللي ماشي مؤمن ما يقول واش يحب. نقول قلبك سليم بيولوجيا، ولكن مريض في ميزان القرآن والسنة. لازم الإيمان هذه ليوني يسعى الإيمان تقوليس هذا يفتر بالإيمان جميعا. وربي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فاكتسب فوذ الإيمان. من علامات أيضا سلامة القلب ذا شوث، يعني يكون دائما موصول بربي، دائما يذكر الله عز وجل باستمرار، معنى لا يكون من الغافلين. ربي قال في سورة الأعراف الآية 205 ولا تكن من الغافلين. وبعدين قال في سورة الرعد الآية 28 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
سبحان الله، أي عجيبة. سورة الرعد الآية 28 الذين آمنوا، وبعدين ربي قال أعطانا علامة وتطمئن قلوبهم بذكر الله. معنى واحد كي يذكر ربي يرتاح. خاطر كل أن نجربوا روحنا كامل له، المشاكل كثيرة والدنيا معمرة، لازم كي نذكروا ربي نشوفوا اسكو فريمون عندنا طمأنينة ولا ما كانش. إلا ما كانش معنى عندنا مشكلة، فيها بروبلام، ان فري بروبلم، مشكلة. إذا كان القلب ارتاح معنى لا بأس، الحمد لله. هذا هو ربي قال وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وبعدين أكدها ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الرعد 28. هذه علامة، زيد علامة أخرى دائما في الذكر، الإكثار من الذكر. ربي قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نبروفيتيو الذكر، تدخل لونكومبرمون تاع طريق 3 سوايع. أي نقولوا هذا الكلام ماشي باش نقولوا بلي بزاف عندنا أوقات ضائعة. لونكومبرمون أنا لهنا تروح كاش خدمة تلقى دير لاشين، استنى لاشين في كل مكان. نبروفيتيو. مرة واحد لقيت دخلت حانوت نتاعو لقيت كتب ثم قال لحظات كيف هذاك الانتظار اشغلها ولا عمرها بالاستغفار. درنا لاشين باش نخلصوا كي وصلت بارك الله فيك على هذا الملاحظ. قلت راك ذكرتنا معنى كي نديروا هاو شيرين القهوه والسكر والحليب ونستناو وقتاش نخلصوا. على بالك ممكن 3 مينوت نديرهم، 3 مينوت راهي بزاف، و30 دقيقه وكذا. اذكر كي تقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر يا سعدك. اذكر ربي كما حبيت. ربي قال في سوره العمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. علاش اسمه الذكر؟ هي العبادة السهلة، خاطر ما تحتاج لا وضوء لا والو. الصلاة لازم لها وضوء، لازم توقف، لازم تركع، لازم الذكر ذكر ربي كما حبيت، في الفرقون، في الكار، في الماشينة، في الطريق إلى آخره. علاش قلت لكم هكذا؟ خاطر أوقاتنا غالية تضيع من سورتو في الصيف. جاب ربي ما كاينش وقت نضيعوا فيه الوقت كما الصيف. معليش نرتاحوا، ما نكونوا واقعيين، كونجي وكذا الله يبارك عادي، ولكن لازم نكونوا شاطرين. كيفاش نكونوا شاطرين؟ نستثمر أوقاتنا في ذكر الله عز وجل. وربي قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. يلا إذن علامات القلب السليم كثيرة. حسن التوكل على الله، معني يتسلى في ربي، خاطر القلب صاحب القلب السليم يتكل على ربي سبحانه. إذن من علامات ومن أمارات سلامة القلب حسن التوكل على الله. وربي قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن علامات سلامة القلب الرضا بقضاء الله وقدره، خاطر لازم واحد يرضى بما كتبه الله. مرحبا باللي عطى الله. إلا قبل مذيلي يرضى سوني سديف كربي قال استقبالي مرحبا ستيك الشيء ربي. وذيني ودينا ربي في سورة البقرة في الآيتين 155 و 156 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات المدينة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. 155 و 156 سورة البقرة. وربي في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الابتلاء كاين. وقد قرأنا على مسامعكم ما قاله الإمام الشافعي الله يرضى عليه والله يرحمه: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. إلى أن يقول: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء.
يكفى ووال. إذن القلب السليم. والخاتمة نقولوا اللي عنده طبعا عنده معالمات أخرى، أنه يحب الناس، يحب الناس، لا يكره الناس، يحب الناس، يتشوروا ذي الحمالة. يا الله يرحم ذاغونا قفيري سنان، الحمالة يلن ذا حلفو نكونين راس رسفو. قوات قفيري على بالك، قوى مليح، خاطر سيدي ندي فلاحان تمزران، عاش دي مدرسة الحياة، سانا الدبلوم، ساعة الكاغض، يغرد الدونيث، يهدي سوف غير روجان، تريزور، ذا المثل، الحمالة يلان ذا حلفو، إنك نكون راس رسفو، صافي الحمالة تقيب الحمالة وخلاص. حب الناس علامة من علامات سلامة القلب، وتمني الخير للناس. ما لازم الإنسان، خاطر النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أي تحمضيه ما يحمل إيمانه. لذلك هذه بعض علامات القلب السليم. وفي النهاية نختم بآيتين في سورة الشعراء. ربي ناد يوم لا ينفع مال ولا بنون، الآية 88 سورة الشعراء، إلا من أتى الله بقلب سليم، الآية 89 من سورة الشعراء. إذن في النهاية يا سعد اللي عنده قلب سليم، خطر نهايته مشرقة، نهايته سعيدة، نهايته مفرحة، خاتمته حسنة، نسأل الله حسن الختام. هذا ربي اللي قال يوم لا ينفع مال ولا بنون. معناه في الدنيا ينفعونا هذا الشيء، اللي عنده أموال وعنده أولاد، عنده شركات، عنده كاميوات، عنده كل شيء، طبعا ينتفع، ولكن كي يموت بقى على خير. وكما يقولوا الناس، يقول لك الكفن ما عندوش جيوب. كاش نهار شفتوا واحد لبس الكفن داروا له جيوب والو، يروحوا كاع معاه اولاده عائلته احبابه، الكاميون نتاعو يرفدوا فوقه. كاين اللي راح فوق الكاميون نتاعو نغ الفورغو نتاعو، مي كل شيء يرجع، غير وحده يدخل وحده فقط، ويلقى ثم القبر يقولوا مرحبا بك اهلا وسهلا، انا بيت الدود، انا بيت الظلمه، ما كاش فيه كليماتيزور ولا تريسيتي والول، انا بيت الوحشه ما كان والو. وربي قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن السلامة في الآخرة في رحلة الخلود مرتبطة بسلامة القلب، والعبرة بالمآلات كما يقول العلماء. وربي قال واتقوا يوما، كيقول يوم لا ينفع مال إلا يوم لا ينفع مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون، قال يوم في سورة الشعراء الآية 88، في سورة البقرة في آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء المفسرين، وين ربي يقول الآية 281 من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يرزقنا جميعا سلامة القلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.